إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروفة أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. أعزائي المستمعين، إنها حلقة نهاية العام، حلقة متميزة جدا لأنها ليست عن شخص بقدر ما هي عن مؤسسة مصرية ناجحة، إنها الحجر الزراعي المصري، تلك المؤسسة المسؤولة عن الصادرات الزراعية المصرية. حول هذه المؤسسة ودورها وأهميتها والنجاحات التي حققتها في المرحلة السابقة سوف نتعرف على كل ذلك من خلال رئيسها أستاذ دكتور أحمد العطار، أستاذ الأمراض الفيروسية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، رئيس المنظمة الإقليمية لوقاية النباتات بالشرق الأدنى وشمال أفريقيا، عضو هيئة المكتب للمفوضية العليا للصحة النباتية بالأمم المتحدة. أهلا بسيادتك ضيف عزيز على إذاعة الشرق الأوسط. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بالسادة المستمعين جميعا، وكل سنة وحضراتكم طيبين ومصر كلها بخير بمناسبة العام الجديد إن شاء الله. وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العام ورجال سكر على مكاتبها بتتم بالروح لما تعامل. دكتور أحمد، هو برنامجنا حدوتة مصرية هو برنامج بيسلط الضوء على كل من يقدم إنجازات حقيقية وإنجازات ملموسة وجليلة للوطن، ونستعرض مسيرته الشخصية كما نستعرض أيضا إنجازاته العلمية. في البداية أنا عايز أقول للمستمع، من هو أحمد العطار؟ أحمد العطار أستاذ أمراض النبات الفيروسية في معهد بحوث أمراض النباتات في مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، ومشرف على وحدة البايوتكنولوجيا أو التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية بقسم بحوث الأمراض الفيروسية بمعهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، وكلفت رئيسا للحجر الزراعي المصري في عام 2017، ومنذ ذلك الحين فأنا مكلف رئيس للحجر الزراعي المصري. وأثناء رئاستي للحجر الزراعي المصري تم اختياري رئيسا للمنظمة الإقليمية للشرق الأدنى وشمال أفريقيا لوقاية النباتات والحجر الزراعي، ثم تم اختياري أيضا عضو في الهيئة العليا للمفوضية العليا للصحة النباتية، وبنسميها هيئة المكتب أو البيرو للمفوضية العليا للصحة النباتية بالأمم المتحدة. طيب، النشأة والجذور كانت فين يا دكتور أحمد؟ أنا أصلا أجدادي من المنوفية، لكن أنا ولدت في محافظة الجيزة. والدي ووالدتي من برضو عايشين طول عمرهم في الجيزة، طول عمرنا متربين في الجيزة من يوم ما اتولدت منذ ولادتي وحتى الآن. التعليم كان من القاهرة؟ تعلمت تعليمي كله كان حكومي، مدارس حكومية وجامعة حكومية. اتخرجت من الجامعة سنة 96، ثم حصلت على الماجستير بتاعي في جامعة يعني بالتعاون، يعني إشراف مشترك. عملت الماجستير في معهد الصحة القومي الأمريكي بولاية ميرلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم الدكتوراه عملتها في جامعة جوتنبرج في السويد بالتعاون أيضا مع جامعة القاهرة، ثم عملت أبحاث ما بعد الدكتوراه اللي هي للتجهيز لأستاذ مساعد لدرجة أستاذ مساعد، عملتها أيضا في المعهد البحثي الخاص بالبيئة والمناخ والنبات وعلوم النباتية في جامعة جوتنبرج أيضا في السويد. 96 زراعة يا فندم؟ لا، أنا خريج كلية العلوم جامعة القاهرة سنة 96. أكيد بتقدير. تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، وكان ليا ترتيب طبعا على الدفعة في الكلية، وعينت مساعد باحث في مركز البحوث الزراعية سنة 2000، ثم تدرجت بقى في البحث بعد الماجستير في أمريكا زي ما قلت، خدت باحث مساعد، ثم الماجستير كان في الأمراض الفيروسية والهندسة الوراثية، ثم خدت الدكتوراه أيضا في مجال الأمراض الفيروسية والتكنولوجيا الهندسة الوراثية وتطبيقاتها في مقاومة أمراض النبات تحديدا
جدا في محصول البطاطس او الامراض الفيروسيه اللي بتصيب البطاطس، وحصلت على دكتوراه وحصلت على درجه باحث في المركز، ثم بعد كده عملت الابحاث بتاعتي في نفس المجال لحد ما اخدت استاذ مساعد واستاذ. هو انا لفت نظري يا دكتور احمد انك حضرتك بتقول تعليمي كله حكومي، وبعدين اخذت الماجستير والدكتوراه من جامعات اجنبيه وفيها اشراف مشترك، وكمان اللغه الانجليزيه عندك متميزه جدا. فعلا بالفعل انا لما اتخرجت من الكليه، اولا طبعا الدراسه في كليه العلوم كلها بالانجليزي زي ما حضراتكم عارفين، فالجانب الاكاديمي كله والعلمي والفني عندي كان بالانجليزي بالكامل، فده ساعدني جدا. تاني حاجه بس اللي خريج مدارس الحكومه مدارس الحكومه بيعاني فعلا طبعا عانينا في الاول، ولكن انا كنت بحب اللغه الانجليزيه من وانا صغير، كنت احب دايما اسمع اغاني اجنبيه وغيره. سافرت امريكا بعد تعييني على طول، انا يمكن حتى قبل ما ابقى مساعد باحث كنت سافرت امريكا، فده سفريه امريكا دي يمكن كان ليها دور كبير جدا في اتقاني للغه الانجليزيه، لان معاشره القوم او معاشره الناس وممارسه اللغه في وسط اهلها ده بينعكس بالايجاب الشديد على اللغه. وطبعا الدكتوراه بتاعتي برضو لما عملتها في السويد برضو ده انعكست بالكامل، لان كل حياتي هناك كانت بالانجليزي، كنت بتكلم بالانجليزي. وبعدين في السويد ما كانش في عرب هناك اصلا معايا خالص ولا مصريين، فكان كل كلامي وتعاملي معاهم بالانجليزي. انا حتى كنت بفكر بيني وبين نفسي بالانجليزي، يعني حتى يعني كنت بحلم بالانجليزي وبفكر بالانجليزي وبفكر، وكل حاجه كانت بالانجليزي. فكان يعني الموضوع انا حتى كنت لما اقعد افكر بيني وبين نفسي كده، وفجاه ان انا وانا بفكر في خيالي كده عمال افكر بالانجليزي، اقول ايه ده، ايه اللي انا بعمله ده، وانا بتكلم نفسي بالانجليزي ليه؟ فطبعا ده انعكس طبعا بالايجاب على طريقه التواصل، والحمد لله. بالاضافه كمان انا سافرت اكتر من يمكن من 30 دوله على مستوى العالم، سفريات كتيره جدا، مؤتمرات علميه وورش عمل وتدريب ومهام كلها كانت مهام علميه وعمليه، حتى من قبل ما امسك رئاسه الحجر الزراعي ايام شغلي في المركز. وبعد ما مسكت الحجر الزراعي طبعا السفريات دي زادت بكتير، وكان فيها تنوع كتير ما بين دول العالم، ما بين الشرق والغرب، من اليابان شرقا الى امريكا غربا، الى السويد شمالا، الى الهند جنوبا. فيعني لفيت العالم كله تقريبا الحمد لله. فطبعا اختلطت بجنسيات كتير وثقافات كتير ولهجات كتير، فالاكسنت او اللي هي اللهجه اللي بنقولها بالانجليزي بقت عندي، بقيت عارف اقدر استوعب لهجات كتير واقدر اتعامل مع ناس كتير جدا. وده الحمد لله انعكس على ادائي في اللغه الانجليزيه. الحمد لله دلوقتي بتكلم انجليزي زي ما بتكلم عربي بالظبط. المصريين هم في الدنيا اول امه، المصريين هم في الدنيا اول امه، متحضرين ومؤمنين. المصريين هم حيويه وعزم وهمه، المصريين هم حيويه وعزم وهمه، جيل بعد جيل متقدمين. المصريين المصريين المصريين. مستمعينا الاعزاء، الحوار متواصل مع الاستاذ الدكتور احمد العطار، استاذ الامراض الفيروسيه بمركز البحوث الزراعيه، وحوار مهم جدا حول منظومه الحجر الزراعي المصري المسؤول عن الصادرات الزراعيه المصريه، وايضا عن مستقبل الصادرات الزراعيه المصريه. دكتور عطار، خلال مسيره حياتك العمليه والعلميه والمهنيه والاكاديميه، مؤكد في ناس لها بصمات في حياتك، تحب النهارده تقول لهم متشكرين؟ بدين بالشكر طبعا رقم واحد لأهلي، والدي طبعا ووالدتي اللي ربوني من وانا صغير وعلموني ازاي اعتمد على نفسي. احنا انا نشأت في اسره متواضعه جدا، ما فيش فيها اي يعني خلفيات ارستقراطيه ولا حاجه. بنينا نفسنا بنفسنا، والدي بنى نفسه بنفسه وانا بنيت نفسي بنفسي. فوالدي علمني ازاي اعتمد على نفسي وازاي اقدر. وكان موظف؟ والدي كان موظف في شركه، كان هو محاسب يعني في شركه اطلس العامه للمقاولات، موظف حكومه. بس هو سافر السعوديه كام سنه في الاول في الثمانينات عشان يعني يزود دخله وكده، وجه واستثمر فلوسه. بس الحمد لله الريان ضحك علينا وخد الفلوس منه، فبدأنا من الصفر تاني. فما استفدناش قوي من الموضوع، لكن الحمد لله علمني ازاي اقدر اعتمد على نفسي، علمني ازاي اقدر اشتغل احترم يعني المبادئ والامانه واخلاصي في العمل. والدي كان بيحب شغله جدا، كنا دايما واحنا صغيرين بنشتكي من كتر شغل بابا، فانا طلعت زيه بالظبط. اولادي دلوقتي بيشتكوا مني. فطبعا والدي هو رقم واحد الاول، المحتاج طبعا ان انا اشكره وان انا ادين له بالمعروف والفضل زي اي اب يعني بيأدي مسؤوليته الحقيقيه. ابويا ده قصه وحكايه، سنين تعب وبلا نهايه، وعن طبته هقول لك ايه.
ده جسر من الوفا ممدود أبويا. طبعا بعد كده اساتذتي واللي علموني واللي اتعلمت منهم سواء كانوا جوه مصر او بره مصر، سواء كان في مصر او في امريكا. استاذي طبعا كان في الماجستير والدكتوراه الاستاذ الدكتور حامد مزيد، ده كان استاذ امراض النبات في معهد بحوث امراض النبات، وكان مدير المعهد الاسبق رحمه الله عليه. هو توفى السنه اللي فاتت، ويعني افتقدناه كلنا، وكان من الناس اللي كانوا دايما بيقفوا في ظهري، وكان دايما بيدعمني مش ماديا، وانما كان هو الراجل مؤمن جدا بامكانياتي، مؤمن جدا بامكانياتي العلميه وبامكانياتي الاداريه والقياديه، وكان دايما بيشجعني ويقول لي انا متاكد ان انت هتبقى في يوم من الايام كذا وهتبقى في يوم من الايام كذا. هو كان واثق اكتر مني نفسي، فده كان بيشجعني جدا، وده ما اقدرش طبعا انكر فضله عليا ودفعه ليا وتشجيعه ليا طول الحياه، طول فتره يعني ده شغلي معاه في الفتره دي. وزي ما قلت بقى زمايلي وكل اساتذتي في المركز او في الجامعه سواء في مصر، كان في امريكا برضو استاذي اللي اتعلمت منه في امريكا كان اسمه جيري كيس، كان راجل محترم جدا. وفي استاذي في السويد كان اسمه اولوف اولسون او كان بيقولوا له اوليه، ده راجل اتعلمت منه كتير جدا وراجل محترم جدا. فيعني الحمد لله بفضل الله بعد ربنا سبحانه وتعالى انا يعني بدين بالفضل لكل دول، سواء كان والدي او اساتذتي في مصر وبره مصر. على طول الحياة نقابل ناس ونعرف الناس ونرتاح ويا ناس عن ناس، وبيدور الزمن بينا يغير لون ليالينا، وبيدور الزمن بينا يغير لون ليالينا، وبنتوه بين الزحام والناس، ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا أعز الناس، حبايبنا أعز الناس حبايبنا. الوالده طبعا ما حدش يقدر، الوالده دي خارج المقارنه، يعني ما حدش يقدر يتكلم عن والدته او ان هو يحتاج انه يذكر فضل والدته عليه. الوالده يعني هي الام، يعني هي اللي ولدت وخلفت وتعبت وربت. انا والدي لما سافر كمان السعوديه هي اللي كانت قاعده بينا هنا، فكانت بتعاني، وبعدين سافرت خدتنا ورحنا مع والدي في السعوديه فتره، فيعني كانت بتشارك والدي في كفاحه طول فتره بدايه حياته. كانوا قاعدين في اوضه، يمكن اول ما اتجوزوا كانوا قاعدين في اوضه صغيره في شقه صغيره، فطبعا شاركته في هذا الكفاح بدايه حياته. وبعد ما خلفتني برضو شالت كل المسؤوليه عنه وهو مسافر. فطبعا الام دي انا عندي اختي اصغر مني بسنتين دعاء، وعندي اخويا محمود مهندس معماري، ده اصغر مني ب13 سنه، ده جه كده في الوقت الضايع يعني. وده اخويا الصغير ده اخر العنقود، هو محمود مهندس معماري حاليا بيعمل في الرياض في السعوديه. انا اللي مربيه تقريبا يعني، لانه هو كان بيني وبينه سنين كتير يعني. فطبعا الام دي مش محتاجه حد يذكر فضلها، لان طبعا دي حاجه خارج زي ما قلت خارج المناقشات وخارج المفاضلات. لكن خلينا اقول الام هي بالنسبه لي هي كانت طبعا التربيه والالتزام والاخلاق، وانا والدتي كانت شديده جدا وكانت يعني بتشد علينا قوي في التربيه. لكن هو انا لما ذكرت والدي والاساتذتي كان اقصد اقول الناس اللي كان ليهم دور في حياتي العمليه وفي حياتي الشخصيه كقدوه، لكن الام طبعا هي الاساس في كل حاجه. ست الحبايب يا حبيبه يا اغلى من روحي ودمي، يا حنينه وكل كتيبه، يا رب يخليك يا امي، يا رب خليكي يا أمي، يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة حبيبة، ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل طيبة،
خليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة حبيبة. الحمد لله ربنا يديها الصحة ويدي الصحة لوالدي، وطبعا يشفيهم. طبعا هم موجودين وربنا يبارك لنا في عمرهم هم الاثنين، بس طبعا كالعادة يعني كبر السن وكده بأمراض اللي هي الشيخوخة. يعني هم شافوا نجاحاتك يا دكتور؟ الحمد لله شايفين نجاحاتي وبيفتخروا جدا بيها، وانا بفتخر ان هم مبسوطين، وببقى سعيد جدا بأي سعادة هم بيشوفوها. ويعني والدي بيحس انه عمره ما ضاعش هدر، ودايما ببقى حريص على ده، وببقى دايما حريص ان هو يحس بان هو مجهوده اللي هو بذله فينا وفي تربيتنا يعني جاب نتيجته، انه يطلع حد بيحب بلده ويحب المجتمع اللي هو فيه وبيحاول يصلح المجتمع اللي فيه. الأسرة الصغيرة بقى؟ أنا متجوز بنت عمي شقيقي يعني، وهي أصغر مني يمكن بحوالي 8 سنين. وعندي محمد وجمانة. محمد عمره 13 سنة دلوقتي في تانية إعدادي، وجمانة في 5 ابتدائي في الوقت الحالي. هي دي تقريبا أسرتي الصغيرة. عندي أختي ليها بنوتة اسمها خلود. دي تعتبر انا بعتبر بنت اختي دي هي بنتي البكريه. هي في بكالوريوس السنه دي يعني في اخر سنه من الجامعه. والدها كان توفى اللي هو جوز اختي، توفى وهي عندها 2 سنين. ووالدها ده اللي هو كان جوز اختي ده كان صديق عمري من ايام الطفوله، من واحنا عندنا 7 سنين واحنا كنا اصحاب لحد ما اتخرجنا من الجامعه. فحب اختي واتجوزها، فبقى كان صديق عمري وجوز اختي في نفس الوقت، وبعدين توفى. فتخيل بقى التركيبه دي لما ينتج عنها طفله يعني. فالطفله دي بقى مش بس كانت بنتي بقى، دي بنتي وحبيبتي بقى، وهي رمز صديق عمري اللي توفى، ورمز وهي الامتداد لوالدها اللي هو كان صديق عمري واللي هو كان زوج اختي. فطبعا خلود دي تعتبر انا بعتبرها بنتي البكريه. فانا بعتبر عندي 3 أطفال مش 2 بس. خلود رقم 1 اللي هي في بكالوريوس السنه دي، ومعاها بعديها محمد اللي هو في 3 إعدادي، وبعديها جمانة اللي هي في 5 ابتدائي. ربنا يبارك لك، خليك لهم يا رب. حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي. حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي، واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحريها. واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحريها، وبتبني مصانع يا ولدي تغنيها وتسعد اهاليها. الأستاذ الدكتور أحمد العطار، أستاذ الأمراض الفيروسية بمركز البحوث الزراعية، رئيس المنظمة الإقليمية لوقاية النباتات بالشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وعضو هيئة المكتب للمفوضية العليا للصحة النباتية بالأمم المتحدة، ورئيس الحجر الزراعي المصري. دكتور أحمد، هننتقل بقى إلى الجانب العملي في حياة حضرتك. فجأة لقيت سيادتك رئيس الحجر الزراعي المصري ومسؤول عن منظومة الصادرات الزراعية المصرية. هو طبعا منصب زي ده كان كبير جدا بالنسبة لي، وكان مفاجأة بالنسبة لي فعلا، لأن خليني أقول للسادة المستمعين إن ده كان أول منصب قيادي على المستوى الإداري أتولاه في حياتي. أنا كنت مدير المعمل بتاعي أو مشرف على المعمل بتاعي، وعندي الطلبة بتوعي وأنا بشرف عليهم بس ده كان منصب أكاديمي. مدير معمل ده في مركز البحوث ده منصب يعتبر أكاديمي أكتر منه من منصب قيادي أو إداري. فني بحت وعلمي بحت. مش هنقدر نقول فني بس، ده كان علمي، والحمد لله كنت بأدي فيه كويس جدا، وكان اسمي معروف في الأوساط العلمية في مجال تخصصي. إنما لما طلبت لمنصب الحجر الزراعي، وأنا طلبت ليه الحمد لله، عمري ما طلبت منصب لنفسي. أنا طبعا بحكم تخصصي في معهد الأمراض، فإحنا على تواصل مستمر بشغل الحجر الزراعي باستمرار، وحتى كل عينات الحجر كنا بنحللها في معملي اللي أنا كنت ماسكه أصلا. فكنت على تواصل وكنت متابع باستمرار منظومة الحجر الزراعي. فلما طلبت لهذا الجهاز، وكان الجهاز في هذه الفترة في عام 2016 و2017 بيمر بمحنة شديدة جدا، وكان الصادرات الزراعية المصرية كانت بتمر بمحنة شديدة، والواردات أيضا كان فيها مشاكل كتير جدا، وتضارب ما بين الجهات الاختصاص ما بين الحجر الزراعي والرقابة على الصادرات والواردات وغيره. فطلبت لهذا المنصب، ورحت فعلا قابلت الجهات اللي هي القيادية والجهات السيادية اللي بياخدوا رؤيتي في الموضوع، وشرحت رؤيتي، والحمد لله. هو في حد رشحك يا دكتور ولا هم اللي طلبوك؟
هو انا اللي طلبت بصراحه، انا ما اعرفش اذا كان حد رشحني ولا لا، لكن انا فوجئت بان انا مرشح لحاجه زي كده. ساعدني في ده، او من ضمن الناس اللي رشحوني كان الدكتور او اللي ايدوا ترشيحي جدا كان الدكتور صفوت الحداد، ربنا يمسيه بالخير. ده كان نائب وزير الزراعه في ذلك الوقت على الدكتور عبد المنعم البنا، وهو اول واحد يمكن قابلني في هذا الامر. يعني تقريبا انا عرفت ان هو كان عنده مرشحين حوالي 9 أو 10، وهو اللي كان بيقابلهم الدكتور صفوت في هذا الوقت، لانه اللي كان مسؤول عن الحجر الزراعي بصفته نائب الوزير. وهو اول واحد في الوزاره قابلني وعمل معايا مقابله شخصيه. كنا اول مره يمكن نتناقش عن عمق، لان الدكتور صفوت اصلا استاذ امراض ايضا وعارفني من زمان، بس ما كانش في بيننا وبين بعض علاقه من فتره طويله. فطبعا كانت مفاجاه وكانت مسؤوليه ضخمه جدا. ما خفتش؟ انا عمري ما خفت. انا يعني من ايام ثوره 25 يناير وثوره 30 يونيو بتمنى ان مصر تبقى احسن، وشايف ان مصر تستاهل وتستحق وعندها المقاومات انها تبقى افضل، وتستحق بكتير انها تبقى احسن بكتير من المكان اللي هي كانت فيها. ما هي الدول بتتقدم ازاي يا دكتور؟ ان كل واحد بيعمل اللي عليه. يعني انت شايف ان هو كل واحد كان مؤمن بالثوره ومؤمن باهداف الثوره في تطوير البلد، كان لازم ان هو ينفذ ده على نفسه وعلى اولاده وعلى مكان شغله. فانا قابلت منصبي ده من هذا المنطلق. انا وافقت امسك الحجر بهدف ان انا عايز اطبق اللي انا بحلم بيه في البلد في هذه المنظومه، وهشوف. وطبعا كانت نيتي خير، وربنا سبحانه وتعالى لازم الناس كلها تعرف ان ما دام الانسان بيروح لمكان او بيروح منصب وهو خالص النيه دون اي اغراض ودون اي اطماع شخصيه، ربنا سبحانه وتعالى بيوفقه. اي حد بيحب البلد، ربنا سبحانه وتعالى بيحب مصر، وكلنا عارفين ان ربنا بيحب مصر قد ايه. فاي انسان ولازم كل الناس تعرف الكلام ده، اي واحد بيحب البلد دي واي واحد بيحب بلده وبيشتغل باخلاص من اجل البلد بدون اطماع شخصيه، لازم ربنا يحبه ولازم ربنا يساعده ولازم ينجح. احنا مش بننجح علشان او يعني النجاح اللي حصل في الحجر الزراعي مش بمجهودنا مجهودنا في اخلاص، مجهودنا كان ليه دور كبير، لكن ربنا سبحانه وتعالى دعم ربنا سبحانه وتعالى لينا. لو انت مخلص ربنا بيوفقك. عشان كده دايما بقول انا يمكن نجاحنا في منظومه الحجر الزراعي في الفتره الاخيره دي يمكن يكون في منه 40% فقط مجهود وشغل، و60% منه دعم من ربنا سبحانه وتعالى وتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى، فقط من اجل النيه الخالصه ومن اجل الاخلاص في المكان، وعشان ربنا بيحب مصر وعارف قد ايه انا كنت بحب البلد دي، وليس لي اي اطماع شخصيه وليست لي اي اهداف شخصيه من يوم ما مسكت الحجر الزراعي. واعتقد كل الناس اللي اتعاملوا معايا في منظومه العمل في الحجر الزراعي سواء كانوا مصدرين او مستوردين او رجال اعمال كبار او صغار، اعتقد هم يدركوا ذلك تماما وبيشوفوا انا بتعامل معهم ازاي في هذا الامر. لنا جند في كل ميدان، هنا وهناك وفي اي مكان، الزراعة ويا الصناع، اهل العلم مع الفنان، الزراعة ويا الصناع، اهل العلم مع الفنان. الحجر الزراعي المصري هو المسؤول عن الصادرات الزراعية المصرية وأيضا الواردات مصر من السلع الغذائية. طبعا الحجر الزراعي هو حائط الصد الأول، الحصن المنيع من أجل حماية الثروة الزراعية المصرية من أي آفات خارجية، وده دور كبير جدا ومسؤولية ضخمة جدا. الناس لازم تبقى عارفاها ان الحجر الزراعي بفضل ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحمي الدولة دي من ان اي محصول فيها يتدمر او يكون فيه اي مشكلة لا قدر الله. بالاضافة لذلك هو ايضا الجهاز المسؤول عن حماية سمعة الصادرات الزراعية المصرية وتطوير الصادرات الزراعية المصرية اللي هي بنتكلم عن صادرات زراعية طازجة، كان خضار فاكهة كل انواع المنتجات النباتية من اصل نباتي ايا كان شكلها، حتى القطن سواء كانت يعني مأكولة او غير مأكولة، يعني خضار وفاكهة قطن خشب تقاوي، كل ده كل انواع الصادرات الزراعية علف، كل ما يخص المنتج النباتي ما يطلق عليه نبات او من اصل نباتي فهو مسؤولية الحجر الزراعي، والحجر الزراعي هو المسؤول عن الحفاظ على سمعة الصادرات في هذا المجال. فالحمد لله هو الحجر الزراعي بيقوم بدوره حاليا على أكمل وجه في الحفاظ على ثروة مصر الزراعية من أي آفات خارجية، وأيضا الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية وتنميتها وتنمية الصادرات الزراعية المصرية على مستوى عالمي، بحيث أن احنا نوصل لمستوى يليق باسم مصر. والحمد لله أكاد أن أجزم بأن مصر الحمد لله بدأت يعني تأخذ المكان الذي تستحقه في سمعة صادراتها العالمية زي ما كلنا شايفين. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم.
رئيس الحجر الزراعي المصري أستاذ دكتور أحمد العطار، أستاذ الأمراض الفيروسية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، رئيس المنظمة الإقليمية لوقاية النباتات بالشرق الأدنى وشمال أفريقيا، عضو هيئة المكتب للمفوضية العليا للصحة النباتية بالأمم المتحدة. الحجر الزراعي المصري قبل وبعد أن تولى مسؤوليته دكتور أحمد العطار. يعني وانا افضل ان حد غيري هو اللي يتكلم عن ده مش انا، لكن انا هقول بس في ارقام بس بسيطه. انا توليت الحجر كان في حظر على الصادرات الزراعيه المصريه للعديد من المحاصيل زي العنب، زي الفراوله، زي الجوافه، زي الرمان، زي البصل، زي الفلفل. كان في حظر من كذا دوله على صادراتنا بالكامل. كان الاتحاد الاوروبي بيفرض علينا فحوصات اضافيه على العديد من المحاصيل، من ضمنها الموالح، من ضمنها العنب، من ضمنها الفلفل، من ضمنها الفراوله، وفحوصات اضافيه معناها قيود على الصادرات. كانت الدول اللي بره كانت بترفض ان احنا نفتح اسواق، او ان احنا لما نيجي نحاول نفتح اسواق كان الموضوع صعب جدا. لقيت ان اليابان مثلا كان بقى لنا 9 سنين قبل ما نمسك بنتفاوض معاهم، بنتحايل عليهم عشان نصدر لهم برتقال مش عارفين. كان في الفتره من 2014 ل 2018 اللي انا مسكت فيها الحجر، الاسواق لما جيت اراجع لقيت ان الاسواق الخارجيه الجديده اللي اتفتحت كانوا 3 اسواق فقط في خلال هذه الفتره، يعني من 14 ل 17 لاخر 17، 4 سنين تم فتح يمكن 3 أو 4 اسواق جديده فقط بسبب السمعه السيئه اللي هي كان بسبب يعني بعض المخالفات اللي في الصادرات. ده كان الوضع. كان حجم الصادرات وقتها قد ايه؟ كان حجم الصادرات حوالي 4 مليون و300 الف طن متوسط، يعني من 4 مليون و2 من 10 ل 4 مليون ونص كاجمالي حجم الصادرات الزراعيه المصريه. احنا النهارده بنتكلم في 6 مليون، رقم تاريخي وقياسي الحمد لله. يعني من بعد نقدر نقول من 2017 من بعد ما مسكت بقى حتى الآن احنا تم رفع الحظر عن كافة المنتجات الزراعية المصرية والصادرات، ونقدر نقول بمنتهى الفخر ان في هذه اللحظة لا يوجد اي حظر من اي دولة على اي منتج زراعي مصري من الصادرات الزراعية المصرية، ولنا الحق ان نفتخر بذلك. مش بس كده، ده احنا بقينا من 3 سنين رقم 1 في العالم في تصدير البرتقال. سمعتنا في العالم بقت عالمية في الصادرات، بقى يعرفوا المنتج الزراعي المصري في التصدير، يعرفوا يعني ايه منتج زراعي مصري، الناس بتدور عليه وبتفتخر بيه. في خلال ال5 سنوات اللي توليت فيهم المنصب احنا فتحنا ما يزيد عن 80 سوق تصديري جديد. يعني احنا ممكن نتخيل ونستوعب الفرق. انا قلت في ال4 سنين اللي هو قبل ما انا كنت اتولى المنصب كان في 3 أو 4 اسواق، في ال5 سنين الاخيره دول 80 سوق، منهم مثلا حوالي 30 سوق او 40 سوق مهمين جدا وكبار جدا ومحاصيل كبيره واستراتيجيه في التصدير، زي اليابان مثلا. الحمد لله ربنا وفقنا، وبعد ما استوليت المنصب غيرت كل مسار التفاوض بالكامل اللي كان بيتم مع اليابان. وفي خلال من بعد ما مسكت في خلال 1.5 سنة من تولي المنصب نجحت الحمد لله في اقناع الجانب الياباني، وفتحنا السوق الياباني وبدانا نصدر برتقال لليابان. والدول اللي بتصدر برتقال لليابان هي دول لا تتعدى صوابع الايد الواحده. اليابان عندها اصعب منظومه حجريه في العالم. قدرنا نفتح اسواق في منتهى الصعوبه، وعندها انظمه حجريه على اعلى مستوى من الكفاءه، زي استراليا، زي نيوزيلندا، زي البرازيل، زي الفلبين، زي الصين، زي كندا، زي الارجنتين، زي اوروبا، دول كتير في اوروبا. يعني كم سوق وكم سلعه يا فندم؟ خلينا نقول ان كلمه سوق مقصود بيها سلعه لدوله. يعني لما اجي اقول ان انا فتحت الصين للموالح فده سوق، لو فتحت الصين للعنب ده سوق تاني. فمش 100 مش 80 سوق يعني معناها 80 دوله جديده، لا 80 سوق 80 سوق يعني معناها سلعه لدوله. سلعه ما كناش بنصدرها لهذه الدوله وبقينا نصدرها. فالموالح ما كناش بنصدرها للصين بقينا نصدرها للصين، الموالح ما كناش بنصدرها لليابان بقينا نصدرها لليابان، طفل البنجر ما كناش بنصدره للصين بقينا نصدره للصين، طفل البنجر ما كناش بنصدره لنيوزيلندا بقينا نصدره لنيوزيلندا، الموالح بقينا نصدرها العنب بقينا نصدره لنيوزيلندا او لاستراليا بقينا نصدر، وهكذا. دي اسمها اسواق جديده. هو ده المقصود بالسوق الجديد. في اسواق طبعا كتيره من اللي احنا فتحناها كانت مش بالمجهود الضخم زي الاسواق اللي انا ذكرتها دي، لانها كانت بتعتمد على اذون الاستيراد، او ان احنا مجرد بس ان احنا نتابع مع الدوله. كانت محتاجه
محتاجه بس متابعه واهتمام اكتر بس من الحجر الزراعي، مش محتاجه تحليل دراسه مخاطر بالكامل. لكن احنا بنتكلم على الاسواق اللي انا ذكرتها دي الصعبه دي كانت بتحتاج تحليل دراسه مخاطر بالكامل. عندنا وحده اسمها وحده الصحه النباتيه، كانت من اهم الحاجات اللي انا عملتها من يوم ما مسكت الحجر الزراعي، ان انا اهتميت بهذه الوحده جدا وركزت عليها جدا في اهتمامي، لان هذه الوحده انا بعتبرها هي العقل المفكر للحجر الزراعي. فركزت في اهتمامي بهذه الوحده، كانت مهمله في الماديات ومهمله في الاداء والامكانيات. الحمد لله اهتميت بيها، لان دي الوحده المسؤوله عن العلاقات الدوليه بالحجر الزراعي، هي اللي مسؤوله عن التواصل مع الدول الخارجيه. فكان من ضمن اهدافي او رؤيتي في تطوير الحجر ان الوحده لازم تتطور، وانشات فيها وحده داخليه او اللي هي سب يونت يعني، او وحده فرعيه سميتها وحده النفاذ الاسواق الجديده، الماركت اكسس يونت، او وحده نفاذ الاسواق الجديده. واستحدثت ايضا وحده جديده اللي هي البيست ريسك اسسمنت يونت، او وحده تحليل مخاطر الافات. واخترت افضل ناس واكثر ناس عندهم كفاءه. كل اختياراتي من يوم ما مسكت كانت بتنصب وبتتركز على الشباب. يعني انا ما دورتش ابدا على اي حد انه يمسك اي منصب في الحجر الزراعي من تحتيه، يعني من القيادات الصف الثاني، الا وكان احد اهم المعايير اللي انا بختار على اساسها ان يكون حد بيتمتع بالشباب مع الخبره والكفاءه. فلما يكون شاب وعنده خبره وعنده كفاءه فهيتعامل معايا بنفس السرعه اللي انا بتعامل بيها. عملت انت كوادر كويسه في الحمد لله. بقى عندنا دلوقتي ناس على مستوى الحجر الزراعي، مجموعه من مديرين العموم على اعلى مستوى من الكفاءه والاحترام والشفافيه والنزاهه. عندنا يعني انت النهارده لو سبت الحجر الزراعي يا دكتور احمد لن اكون قلقان ابدا. الحجر الزراعي انا كانت رؤيتي يوم ما مسكته، وانا ده اللي انا قلته، هدفي الاول ان الحجر الزراعي يوصل لمرحله انه يشتغل لوحده من غير ما يكون ليه رئيس اصلا. يعني كان هدفي ان يبقى في نوصل ليوم ان الحجر الزراعي لو رئيس الحجر الزراعي ايا كان مين هو، الحجر الزراعي انت بتشتغل شغل مؤسسي مش شغل اشخاص. بالظبط، وده كان الهدف. وحاليا الحمد لله يعني انا بحاول على قد ما اقدر بفعل اللامركزيه، بدي للمديرين العموم صلاحيات من صلاحياتي كتير ان هم ينفذوها فورا، وببلغهم بكده. مديرين الادارات وخاصه خدمه المصدرين، اداره خدمه المصدرين اخترت لها شاب جميل جدا، دكتور اسمه الدكتور محمد المنسي. ده من الناس اللي هم يعني هو دكتور وفي نفس الوقت عنده خبره عاليه جدا في الحجر الزراعي، قديم جدا في الحجر الزراعي وشاب في نفس الوقت. فانا كده جمعت كل الحاجات اللي انا شايفها من وجهه نظري كويسه. انسان يتمتع بالخبره والفن او الفنيات والامانه والشفافيه والنزاهه، هو ده اللي انا كنت محتاجه. مدير مكتبي الفني المهندس سيد، ايضا المهندس سيد عباس، برضو اخترت واحد يكون على مستوى من الخبره الفنيه العاليه جدا والامانه والنزاهه ايضا، وراجل لا يختلف عليه اثنين. فاخترت يعني زي ما بقول لحضرتك مجموعه من الكفاءات. وحده الصحه النباتيه اخترت لها مهندس محمد مجدي، من الناس اللي هم يعني لا يعني على اعلى مستوى من الشفافيه والنزاهه، وايضا الخبره الفنيه الدوليه والاحتكاكات الدوليه العاليه جدا. وحده تحليل مخاطر الافات اخترت لها مهندس اسلام فرحات، وده من افضل الناس اللي اشتغلوا في هذا المجال وخبير في الفاو والمعايير الدوليه. فالحمد لله دلوقتي انا يعني ان شاء الله انا باقي لي فقط في الحجر الزراعي ان انا اطمن على اطلاق الكامل لمنظومه الربط الالكتروني والتحول الرقمي في الحجر الزراعي بشكل احنا بدأناها فعلا اطلاقها على المستوى التجريبي. ينقصنا فقط التفعيل الكامل لهذه المنظومه، وانا ساعتها اكون يعني مطمئن تماما ان انا ارجع معملي وارجع للطلبه بتوعي، والحجر الزراعي يقدر يكمل مسيرته من غير وجودي زي الفل. يا ناس يا ناس هي دي الحدوته، يا ناس يا ناس هي دي الحدوته، حدوته مصريه، حدوته مصريه، حدوته مصريه. رئيس الحجر الزراعي المصري أستاذ دكتور أحمد العطار، أستاذ الأمراض الفيروسية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، رئيس المنظمة الإقليمية لوقاية النباتات بالشرق الأدنى وشمال أفريقيا، عضو هيئة المكتب للمفوضية العليا للصحة النباتية بالأمم المتحدة. كانت الإيرادات كام وقت ما مسكت الحجر الزراعي، وأصبحت كام في نهاية عام 2022؟ طبعا إيرادات الحجر الزراعي هي إيرادات دولة بتدخل للموازنة العامة للدولة مباشرة. فأنا لما توليت الحجر الزراعي كانت السنة أول تقرير مالي اتعرض عليا كانت حصيلة إيرادات الحجر الزراعي 90 مليون جنيه تقريبا.
الحمد لله السنه الماليه الاخيره اللي هي 2021 22 في 30/6 الماضي التقرير اللي احنا سلمناه ميزانيه الحجر الزراعي تخطت ال 480 مليون جنيه. بسم الله ما شاء الله. فاحنا الحمد لله يعني ايراداتنا للدوله تضاعفت اكتر من 5 أضعاف. ده طبعا نتيجه شغل كتير جدا. احنا بقى عندنا كميه شغل ضخمه وبقى عندنا منظومه صادرات بالكامل جديده بالكامل طورناها. حجم الصادرات زاد، حجم الخدمات زاد، حجم الايرادات زادت. طبعا احنا زودنا بعض الرسوم في 2019 ولكن كانت هذه الرسوم لم تزيد من سنه 2000. كان بقى 20 سنه ما زادتش. فيعني الشهاده الزراعيه اللي هي كانت اهم مستند في الحجر الزراعي في التصدير اللي من غيره الشحنه ما تتصدرش كانت بتصدر بجنيه. كانت رسومها جنيه مش عارف ولا 4 جنيه، في حين ان الورقه نفسها اللي بتطبع بتتكلف 10 جنيه لانها ورقه مؤمنه. صحيح. احنا كنا بنطبع ورقه ب 10 جنيه والعميل بيدفع فيها جنيه او 2 جنيه. فحرام يعني، مع العلم ان العميل كان ممكن يبوظ 2 و3 و4 على بال ما يطلع شهاده مظبوطه. يعني ممكن يكلف الدوله 30 40 جنيه ورق مؤمن على بال ما يدفع 4 جنيه بس. يدفع جنيه وجنيه عن كل الشهاده منهم. فطبعا كارثه. فاحنا غيرنا كل الكلام ده، عملنا رسوم تتماشى مع التكلفه. الجهاز الحجر الزراعي ليست جهه هادفه للربح وما زلنا حتى الان. الحجر الزراعي اكاد ان اجزم واتحدى اي حد ان احنا اقل جهه في الرسوم اللي بتتقاضاها جهه حكوميه مقابل خدمات مع مقارنه بحجم الخدمات. احنا المفتشين بتوعنا بيقعدوا في محطات التصدير من الصبح من الساعه 9 لحد الساعه 5، بيقعدوا في المزارع لحد الساعه 12 بالليل في عز المطر وفي عز الشتاء، بيبقوا واقفين في المزارع بيكودوا المزرعه في عز الصيف وفي عز الشمس بيفحصوا المحصول. فيعني ده كمان في فتره كورونا الناس كلها كانت قاعده في بيوتها وكان المهندسين عند حضرتك شغالين سواء في المواني او في المزارع او في محطات التصدير، ويمكن بعضهم توفاه الله بسبب كورونا. يعني في ازمه كورونا احنا كنا شغالين 24 ساعه وكنا بنراعي مواعيد الحظر عشان نخلص شغل قبل الحظر ونبدا شغل تاني بعد حظر التجول علشان خاطر نبقى ورديتين في الشغل. المهندسين كانوا شغالين 24 ساعه مفتشين الحجر الزراعي في المواني وفي المزارع وفي المحطات وفي اقسام الوارد وفي اقسام الصادر وفي التكويد وفي الادارات العامه. لم يتاخروا لحظه عن اداء مهامهم، وهو ده اللي وصلنا للي احنا فيه، للارقام اللي احنا فيها. يعني الموضوع مش موضوع مين رئيس الحجر وبس، لا، موضوع مين اللي معاه، مين اللي بيساعده. النجاح جماعي بالظبط. الحجر الزراعي نجاحه او اللي وصله الحجر الزراعي هو منظومه جماعيه قائمه على كل فرد من اصغر واحد في الحجر الزراعي الساعي بتاع المكتب لحد اكبر مهندس او اكبر مدير عام في الحجر حتى رئيس الحجر. مهندسين الحجر الزراعي احنا في ناس كتير جدا، في ناس طبعا توفاها الله واستشهدوا في ازمه كورونا من زملائنا في الحجر الزراعي. في ناس تعبت واصيبت بكورونا طبعا ودخلت مستشفيات ودخلت عزم، من ضمنهم مديرين عموم كمان، يعني ناس كبار مسؤولين. والحمد لله ربنا ستر وعدينا هذه الازمه. في ناس كتير اتصابت ايام وما زالت بتتصاب اثناء العمل. الناس بتطلع على مراكب وبتتشعبط على حبال يعني الصوره دي مش واضحه للاسف طبعا لكل اللي بيسمعنا. طبعا هو في ناس كتير جدا ما تعرفش حجم المعاناه وحجم المجهود اللي بيبذله مفتشين الحجر الزراعي علشان يوصل لهم، عشان يوصل للمواطن المصري غذاء امن. القمح اللي بيجي مصر ده احنا بنستورد في السنه 12 مليون طن قمح. المفتشين الحجر الزراعي هم اللي بيفحصوا كل القمح ده. الذره اللي بتيجي للاعلاف احنا اللي بنفحصها، مفتشين الحجر الزراعي بيفحصوه. فول الصويا اللي بيتعمل منه الزيت ده الحجر الزراعي اللي بيفحصه. وبالتالي كل المنتجات اللي بتيجي دي السلع الاستراتيجيه بالكامل اللي بتوصل للمواطن الغلبان والمواطن الفقير والمواطن الغني اساسها المفتشين الحجر الزراعي. لولا عددكم كم يا دكتور؟ حوالي 800 فرد، واحنا طبعا محتاجين زياده في الاعداد. وفخامه الرئيس يعني بنوجه له الشكر الشديد، والقياده السياسيه ومعالي الوزير ودوله رئيس الوزراء عندهم ايمان كامل بدور الحجر الزراعي. وبالتالي فخامه الرئيس وافق لنا على التعاقد مع 200 مهندس جداد على 3 دفعات. تعاقدنا على 80، وان شاء الله قريبا جدا خلال يمكن شهر هيطلع اعلان جديد للتعاقد على حوالي 150 مهندس جداد تانيين ان شاء الله. ما شاء الله، يعني كل ده على 800. عشان كده انا بقول المجهود اللي بيبذله المفتشين على مستوى الجمهوريه كلها، مش موجودين في القاهره بس، ده في المواني في المنافذ. بيغطوا 40 منفذ من منافذ الجمركيه على مستوى الجمهوريه ما بين مطارات ومواني بريه وبحريه. وبيغطوا كل المحطات اللي هي التصديريه ما يزيد عن 400 او 500 محطه في مختلف المحاصيل. بيغطوا كل المزارع التصديريه دي، الاف المزارع بقى، بيفحصوا كل المزارع التصديريه وفقا للمنظومه الجديده. فلا، مفتشين الحجر الزراعي يا جماعه اللي عاش حبك يا عم كل جيل من بعد جيل، اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل.
يلي عاش حبك يعلم كل جيل من بعد جيل، يلي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل. ده احنا من عهدك يا غالي من شباب حر وأصيل، ده احنا من عهدك يا غالي من شباب حر وأصيل. نبني بنتك نعلى نسبق كل خطوة بألف ميل، يلي عاش حبك يعلم، يلي عاش حبك يعلم، يلي عاش حبك يعلم كل جيل من بعد جيل، يلي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل. رئيس الحجر الزراعي المصري أستاذ دكتور أحمد العطار، كان زمان يا دكتور أحمد لما شحنة مثلا تطلع أي دولة، شحن سلعة زراعية مصرية تطلع أي دولة ممكن ترفضها الدولة ثم تمنع صادرات مصر كلها من الزراعة. النهاردة أنت بالنظام الجديد اللي أنتم بتعملوه تقدر تتتبع كيلو مثلا الموالح ده طالع من المزرعة الفلانية من المكان الفلاني. احنا بنوصل دلوقتي لحد الشجرة اللي كان مزروع عليها بسم الله اللي طالع منها المحصول، وبنوصل مين البنت او الولد العامل اللي عبى العلبه بتاعت العنب دي اللي هو العلبه اللي اترفضت بره. فيعني احنا عندنا منظومه للتتبع والتكويد المزارع للمحاصيل التصديريه الهامه. المنظومه دي بتتيح للحجر الزراعي الاشراف الكامل على العمليه التصديريه من اول المزرعه لحد ما المنتج والشحنه توصل الى الدوله المستورده. ليه؟ زي ما حضرتك قلت وزي ما انا وضحت من شويه ان انا لما جيت مسكت الحجر كان في دول عامله حظر، فكان لما بيحصل ان يترفض اكتر من شحنه بره واحنا مش عارفين مكان الشحنه دي جايه منين، فكانت الدوله بره بتعمل ايه؟ بتروح عامله حظر على الصادرات بالكامل. خلاص جالنا 10 شحنات مرفوضين جوافه، احذر مصر من الجوافه. ما احنا مش عارفين الشحنات دي مصدرها ايه. الشركه المصدره، طب ما الشركه المصدره ذنبها ايه؟ ما الشركه جايبه من مزارع، طب جايه من اول مزرعه الله اعلم. وكل شركه هتقول كلام وطبعا ما حدش هيبقى عنده دليل. النهارده بتعرف دلوقتي الشجر دلوقتي في بعض المحاصيل احنا بنوصل للشجره اللي طالع منها المحصول، وطبعا ده بالتعاون مع الشركات المصدره الكبيره، لان برضو الشركات التصديريه الكبيره عندها منظومه تتبع داخليه. انا التتبع بتاعي بيوصل لحد الارض والمزرعه نفسها، برفع الاحداثيات بتاعتها بالجي بي اس، وعندي خريطه رقميه في الوقت الحالي وانا قاعد على مكتبي اقدر اقول لحضرتك جميع المزارع التصديريه في مصر فين ومكانها فين بالقمر الصناعي، وبتصدر قد ايه والمحصول بتاعها قد ايه وحاله المحصول كام وامكانياته ايه وقدراته ايه في المحاصيل كلها التصديريه. مش بنتكلم على محصول واحد، احنا بنتكلم على محاصيل ومحاصيل مختلفه بطبيعه مختلفه. 350 سلعه منتج وصلنا السنه دي 406 منتج نباتي بيتصدر الحمد لله بفضل الله وبفضل دعم القياده السياسيه ودوله الرئيس لا يتوانى عن دعم المنظومه التصديريه نهائيا. لان الصادرات الزراعيه المصريه اصبحت مصدر هام من مصادر الدخل القومي المصري من العمله الصعبه. طبعا الصادرات الزراعيه هي مصدر مباشر للعمله الصعبه. يعني في مصادر بتبقى غير مباشره لكن ده مصدر مباشر. احنا بنصدر منتج بنقبض قصاده دولار مباشره. صحيح. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. تعرضت للضغوط يا دكتور احمد؟ انت منصب حساس اكيد تعرضت فيه للضغوط. طبعا كتير جدا. انا بس عايز الاول بس اكد ان احنا منظومه الصادرات بالاضافه لموضوع الدولار هي بتدعم الفلاح والمزارع بطريقه مباشره، لان كل ما الفلاح يلاقي المنتج بتاعه بيتصدر ده هينعكس عليه بالايجاب في المبلغ اللي بيحصله والسعر، فبيشجعه انه يزرع اكتر. فلما يزرع اكتر الانتاجيه تزيد والمواطن والمستهلك المحلي والمواطن المصري يستفيد ايضا. فعشان كده انا يعني الجميع يقدر يلاحظ ان في الفتره الاخيره بعد ما صادراتنا زادت بقت الجوده اللي موجوده في السوق المحلي هي نفس جوده التصدير. ما عادش بنسمع زمان في حاجات مسرطنه لا حاجات ملوثه او في اي مشاكل صحيه بسبب بالظبط، لان كله بيتنافس مع كله دلوقتي عشان كله عايز يصدر. فاللي بيصدر واللي ما بيصدرش بينزل سوق محلي. فالحمد لله الجوده بقت عاليه. فيما يخص الضغوط طبعا ما فيش حد يقدر ينكر يعني حجم الضغوط اللي الواحد اتعرض لها في هذا المنصب، سواء كان من بعض رجال الاعمال او من
من بعض الشركات المصدرين او المستوردين او في مجال الاستيراد، وبعض الدول ايضا يعني كان الموضوع بيوصل لانظمه دول ممكن تضغط عليك. لكن الحمد لله، ويعني شهاده نشهد بها امام الله ان الاجهزه الرقابيه عندها توجيهات مباشره من دوله الرئيس بان السياده للدوله المصريه هي رقم 1. وبالتالي انا لما جيت اتولى هذا المنصب انا سالت المنصب ده وانا عارف ان المنصب ده هتعرض لضغوط، انا لن استجيب الى اي احد. اتقال لي بالحرف الرئيس عايز كده بالظبط، احنا اشتغل بما يرضي الله، ما يهمكش اي حد، كل حاجه هنعملها صح، والرئيس معانا كلنا واحنا في ظهرك. اتقال لي، ولولا اتقال لي الكلمه دي، ولولا اتقال لي الدعم ورساله الدعم دي، انا ما كنتش هقبل المنصب ده، لان انا عارف ان هذا المنصب اول درجات فساده واول درجات افساده هو الاستجابه للاستثناءات والاستجابه للضغوط. وانا كنت حريص جدا على هذا السؤال في الاول، وكنت سعيد جدا بالرد اللي اتقال لي. الرئيس مش هيقبل بده، والرئيس عايز كده. أنا سمعت الجملة دي فالحمد لله كنت مطمن، وشهادة أشهد بها قدام ربنا سبحانه وتعالى إن حتى هذه اللحظة لم يحدث أي ضغط من القيادة السياسية على أي قرار أنا أخده لصالح أي شركة أو لأي دولة تانية. كان دايما القيادة السياسية من أول معالي الوزير لدولة رئيس الوزراء لفخامة الرئيس للأجهزة الرقابية والسيادية، الأمن القومي والرقابة الإدارية والأمن، كل الأجهزة الرقابية والسيادية في مصر، لم يحدث أن في أي جهة من دول تدخلت بالسلب لصالح أي حد غير ملتزم نهائيا. بالعكس، أنا يعني أي حد بيخالف، أنا حولت من ساعة ما مسكت الحجر حتى الآن أكتر من 45 شركة للنيابة العامة، حولت أكتر من 80 أو 90 مهندس كان عندهم مخالفات في بداية العمل إلى التحقيقات، والحمد لله الموضوع انتظم جدا. الشركات بدأت تبقى ملتزمة، والأعداد دي بقى في تناقص. يعني الكلام ده حصل أول ما مسكت، بعد كده لما عرفوا إن اللي هيغلط هيتحاسب ما بقاش في المخالفات دي. عمر ما جالي تليفون من اي جهه سياديه او من حاجه، لا بلاش الشركه الفلانيه مالكش دعوه. اكبر شركات في مصر اتعاقبت، اكبر شركات في مصر لما كان بيبقى عندها مخالفه كانت بتاخد العقوبه وفقا للقانون. ما كانش عندنا، وحتى الان وكل المصدرين كلهم والمستوردين كلهم عارفين ان انا ما اعرفش مصدر كبير ومصدر صغير ولا مستورد. انا اعرف مصدر ملتزم ومصدر غير ملتزم، مستورد ملتزم ومستورد غير ملتزم، مهندس ملتزم ومهندس غير ملتزم. انا ليه ماليش دعوه ده قريب مين وده ليه علاقته بمين ولا ليه علاقته بايه، لاني الحمد لله زي ما قلت انا لا اسعى لاي مطمع او لاي اغراض شخصيه في هذا المنصب، وبالتالي ما عنديش غير ضميري اللي انا بحكمه علشان خاطر البلد تبقى افضل ان شاء الله. عشت بتهدي مدى الأجيال، أفضل ناجحة في كل مجال. عشت بتهدي مدى الأجيال، أفضل ناجحة في كل مجال. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، مصر 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 تعيشي يا مصر. مصر 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 تعيشي يا مصر. الأستاذ الدكتور أحمد العطار، أستاذ الأمراض الفيروسية بمركز البحوث الزراعية، رئيس المنظمة الإقليمية لوقاية النباتات بالشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وعضو هيئة المكتب للمفوضية العليا للصحة النباتية بالأمم المتحدة، ورئيس الحجر الزراعي المصري. أحلامك إيه؟ والله أحلامي على المستوى القومي أو على المستوى الوطني إن مصر تبقى أحسن بلد في الدنيا. أتمنى دايما إن كل واحد يشتغل في مكانه، أو كل قيادة تقوم بعملها في الدولة المصرية تقوم بعملها على أكمل وجه، علشان خاطر بلدنا تستحق مننا كل هذا الجهد وكل هذا المجهود عشان تبقى أحسن بلد في الدنيا. أحلامي على المستوى الشخصي إن ربنا يوفقني وأقدر لحد آخر يوم في عمري إن أنا أقدر أخدم بلدي، وإن أنا أقدر أربي أولادي بالمستوى على القيم والأخلاق اللي اتربيت عليها. إن ربنا يبارك لي في والدي وفي والدتي وفي أسرتي وفي أطفالي، وربنا يبارك لي في صحتي ويبارك لي في صحتهم كلهم. أتمنى أن الحجر الزراعي المصري يبقى أحسن من كده بكتير، ويستمر على المستوى العالمي
والمكانة العلمية والعالمية اللي وصل لها الحجر الزراعي المصري كمؤسسة مصرية شريفة ونزيهة وجهاز رقابي عظيم بين الأجهزة الرقابية المصرية. أتمنى أن وزارة الزراعة تفضل في تقدم مستمر، واللي هي يعني وزارة من أهم الوزارات اللي هي الأمن الغذائي، اللي هي أكل وشرب المواطن، اللي هي يعني حاجة أمن قومي عالمي مش بس مصري، إنها تكون من أفضل الوزارات ومن أكبر الوزارات وأنجح الوزارات في مصر كما عهدناها وكما عهدنا مصر كدولة زراعية. أتمنى كل النجاح والتوفيق لدولة وفخامة رئيس الجمهورية ومعالي الوزير والقيادة السياسية بالكامل في اجتياز التحديات العالمية والمشاكل الدولية اللي احنا بنعدي بيها دلوقتي في ظروف صعبة جدا، وقد لا يدركها الكثير من المواطنين ولا يدركها العديد من المواطن العادي البسيط، مش قادر يستوعب. لكن أنا بدعي من كل قلبي وأتمنى من كل قلبي للقيادة السياسية النجاح والتوفيق في هذا الدور الصعب وفي هذه التحديات الضخمة، وإن شاء الله مصر تبقى أحسن بإذن الله. يا رب تحقق أحلامنا في أمان وسلام علشان مصر، والعز يفض على أيامنا ويكتر قدام، ونعيش مصر والأيام تحللنا وإنه الكل أملنا، والأيام تحللنا وإنه الكل أملنا بنتيجة أعمالنا. الله 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 المستقبل يا بلدنا يا مصر، بلدنا يا مصر. الله الله الله. هوايتك يا دكتور أحمد؟ هوايتي أنا أولا بحب الرياضة جدا. أنا كنت لاعب كونغفو قديم ووصلت لحد ما بقيت مدرب للكونغفو. بحب السباحة جدا، وكنت يعني بلعب سباحة، وولادي دربتهم على السباحة والكونغفو. هم الاثنين الحمد لله حبوا الاثنين، هم حبوا محمد وجمان الاثنين بيحبوا السباحة والكونغفو، بيلعبوا سباحة وكونغفو ما شاء الله، بس مستواهم أحسن مني بكتير يعني، وأنا سعيد بده إن أنا قدرت أخليهم أحسن مني. بحب جدا الشطرنج، بحب ألعب شطرنج. بحب بقى يعني على مستوى الشخصي من وأنا صغير بحب القراءة جدا جدا، ومن وأنا صغير وأنا يعني الكتاب ما كانش بيفرق ايدي من وانا صغير، وانا رايح المدرسه وانا جاي من المدرسه وانا في المصيف وانا على البحر كنت اخد مصروفي واشتري بيه كتب. فانا بحب القراءه جدا جدا. وطبعا الموسيقى، انا عازف جيتار اصلا، كنت بلعب جيتار وانا صغير، بس طبعا الحجر الزراعي والاولاد خد مني الوقت. بتشتغل كم ساعه تقريبا؟ أنا بشتغل يمكن تقريبا أكتر من 18 ساعة في اليوم، لأني للأسف يعني حتى وأنا نايم بشتغل يعني بمنتهى الأمانة أنا حتى وأنا داخل أنام ببقى بفكر في الشغل برضو. رئيس الحجر الزراعي المصري أستاذ دكتور أحمد العطار، أستاذ الأمراض الفيروسية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، رئيس المنظمة الإقليمية لوقاية النباتات بالشرق الأدنى وشمال أفريقيا، عضو هيئة المكتب للمفوضية العليا للصحة النباتية بالأمم المتحدة. دكتور أحمد، سيادتك شرفتني ونورتني على هواء إذاعة الشرق الأوسط. حوار مهم جدا أنا استفدت منه شخصيا، تجاوزنا فيما بين العام والخاص. ربنا يكرمك ويوفقك دايما، ودايما تحقق كل أحلامك للمصريين الغالية التي تستحق منا الكثير والكثير. شكرا جزيلا يا فندم، وشكرا للسادة المستمعين، وكل عام وحضراتكم بخير وسنة جديدة سعيدة على كل مصر وعلى كل الشعب المصري بالكامل. أنا ما بحبش أقول كل سنة والإخوة المسيحيين بخير طبعا، وكل سنة وبخير، بس أنا بعتبر مصر كلها دولة واحدة، فبقول إن عيد الميلاد وأيام عيد الميلاد هي عيد للمصريين كلهم. عشان كده دايما بحب أقول كل سنة ومصر كلها بخير، وسنة جديدة إن شاء الله سعيدة علينا جميعا وعلى مصرنا الحبيبة بإذن الله. إن شاء الله. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.